السلام عليكم. هذه المرحلة الأخيرة من توسعة المسجد النبوي، ونبدأ من قبل 200 سنة في عهد الدولة العثمانية. غيروا المسجد بالكامل، لكن تركوا الجزئية هذه من عهد المماليك، المئذنة والقبة بعمر 640 سنة. باقي المسجد تغير وتوسع من الخلف، وصارت مساحة المسجد النبوي في عهد الدولة العثمانية 10,300 متر مربع. وهذه التوسعة من 90 سنة توسعة الملك عبد العزيز والملك سعود رحمهم الله. توسع المسجد وتغير الشكل الخارجي بالكامل. تركوا المئذنة المملوكية مع القبة بعمر 640 سنة، وهذه المئذنة من عهد الدولة العثمانية عند باب السلام عمرها 200 سنة، والمئذنتين الخلف تغيرت من قبل 90 سنة. والمسجد من 90 سنة كان يصلي فيه إلى 50 ألف مصلي مع الساحات الخارجية. صارت مساحة المسجد النبوي في عهد الملك عبد العزيز والملك سعود رحمهم الله 16,300 متر مربع. وهذه قبل 40 سنة توسعة الملك فهد رحمه الله، ضمت توسعة الملك عبد العزيز والملك سعود من 3 جهات. اللون الأبيض هذه آخر توسعة شفناها، توسعة الملك عبد العزيز والملك سعود. ضمت توسعة الملك فهد رحمه الله هذه التوسعة من 3 جهات، فصار المسجد في الداخل مع السطح مع الساحات يوصل إلى 1,200,000 مصلي، ويزيد في صلاة العيد والتراويح عن 1,200,000 مصلي. وصلت مساحة المسجد النبوي 98,000 متر مربع، غير الساحات أكثر من 230,000 متر مربع. وإجمالي مساحة المسجد النبوي أكثر من 340,000 متر مربع. 10 مآذن للمسجد النبوي، 27 قبة متحركة، 168 قبة ثابتة، 24 سلم كهربائي، 86 بوابة. وفي الساحات 250 مظلة شمسية، وأكثر من 4,300 موقف للسيارة أسفل المسجد النبوي. رحم الله خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمة واسعة واسكنه فسيح جنانه، وجزاه خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين وكل من ساهم في هذا العمل العظيم. صلوا عليه. السلام عليكم.